السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. انا طالعة النهاردة كالعادة يعني احط للطيور الصبح، فشفت يعني او اتفاجئت بصوت، يعني دخلت عند البط اللي رائد فلقيت صوت صوصوة، فقلت اما بص. هي دي البطة البيضة اللي احنا كنا منزلينها مع بعض، اللي كنا فارين بيتها مع بعض اهي. فقلت اما اشوفها ايه اللي يعني ايه اللي تحتها وهنتصرف ازاي مع البيض ونشوف الدنيا فيها ايه. فلما طلعت بصيت في البيت كله، لقيت البيت كله نائر. لقيت البيت كله نائر ما عدا بيضتين نائرين بس، يعني ايه شايفين؟ دي واحدة منهم لقيتها نائرة ومطلعه لبوسها ده بره. يعني البطه اصلا بتعافر، مش هتعرف يعني نقره حته صغيره كده دويره. انا المفروض كنت وريتها لكم ساعه ما شفتها، بس انا اتصرفت بعفويه وما افتكرتش اصور غير بعدها. فانا عملت ايه بقى؟ البيضه دي ساعه ما طلع منها بوز البطه او بوز البطه لقيته طالع بره، رحت موسعه لها. شايفين؟ قورت لها اهي، شايفين؟ قورت لها اهي. ليه بقى هنعمل لها كده؟ دي الحالة الوحيدة اللي نتدخل في تطليع البطة فيها، الحالة الوحيدة اللي نروح نلمس البيض ونشتغل فيه أو نطلعه، الحالة الوحيدة لما نلاقي البطة نقرة ومطلعة بوزها، دماغها طالع بوزها طالع. طب هي هتكمل بقية البيضة ازاي عشان تطلع؟ لا، فهتكبس وتموت في البيضة. بس بقى معانا حاجة كمان، احنا بنقشر لها نوسع لها بس زي ما انتوا شايفين البيضة كده، بس استحالة نطلعها. هي هتطلع وتعافر مع نفسها ونطلعها. ممكن تكون محتاجة لسه شوية، يعني نقرت وما عرفتش تكمل البيضة ومحتاجة شوية، فاحنا ليه هنطلعها نموت الجنين او نموت البطه؟ فانا البطين اتصرفت معاهم ازاي زي ما انتوا شايفين كده، قورت لهم اهو زي ما انتوا شايفين اهو. دي بقى كان بوسها طالع اهو، هو يعني دي بوسها بس طالع زي ما انتوا شايفين كده. اعتبروا البيضه يعني ما قورتهاش لسه، بس الحته دي اللي طالعه كده طلعت كده خلاص. يعني هتكمل البيضه ازاي، او هتكمل وتنقر البيضه وتقشر البيضه وتدورها ازاي وتطلع منها ازاي؟ خلاص هو كده الموضوع خلص. اجي بقى انا اطلعها او افضيها من البيضه؟ لا، اهي زي ما هي اهي، وهي بقى مع نفسها ما شاء الله. البيض كله نائر اهو زي ما انتوا شايفين، يا رب يكون واضح. احاول اوضح شويه، مش واضح اهو. واضح ولا مش واضح؟ النقر اهو، اهو البيض كله نائر. لقيت البيض كله نائر، ما فيش غير البيضه دي هي اللي بايظه. البيضه دي اهي بايظه، شايفين عامله ازاي اهي؟ البيضه دي بتلق بايظه. فالبيض بسم الله ما شاء الله كله مفيش غير البيضه دي، وكله نائر وكله زي الفل. خلاص بقى انا ماليش اي تصرف بقى معاه، انا كده خلصت مهمتي. من وقت للتاني برضو هبص بصة، بس من وقت للتاني، يعني مش كل شوية ابص. يعني مثلا انا دلوقتي عملت التصرف ده على اخر الليل بقى او اخر النهار. انا دلوقتي بصور دلوقتي الصبح، اخر النهار بقى هطلع ابص لي بصة برضو في البيض. لقيت حاجة عاملة كده هوسع لها. لقيت حاجة عاملة كده تاني او بقها طالع، نقرت وبقها طالع، هوسع لها زي ما شفت كده، بس مش هطلعها من البيضة. ده تأكيد تاني بأكد اهو. وبعد كده بقى يعني في حاجة معايا للصبح كمان مرة هبص عليها الصبح. يعني انا هبص بالليل وابص الصبح لحد ما ان شاء الله البيض ما يكتمل، وانا كده بساعده. يعني هي دي الاجراء اللي انا ممكن اعمله، او اتدخل في طلوع البيضة فيه. ازيد من كده ما تتدخليش وملكيش دعوة بالبيضة نهائي، ولا بالكتكوت اللي في قلبها. طالما البيضة نقرها تمام وبقها ما طلعش منه، ما تتدخليش في البيضة تماما تماما تماما. ماشي؟ انا هسيبها بقى عشان تدخل للبيض، تدخل تغطي بيضها بقى تاني وتشوف هي هتعمل معاها ايه. وهي اكلت وشربت وهتيجي تدخل له تاني كده. ويا رب اكون قدرت افيدكم، وما تنسوناش في اللايك والشير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.